ايه الفرق بين تغيير مفصل الركبه الجزئي وتغيير مفصل الركبه الكلي؟ الركبه عباره عن 3 حجرات، الحجره الداخليه والحجره الخارجيه ومفصل الصابونه. الخشونه دايما لما بتبتدي في الحجره الداخليه اللي هي الجزء الداخلي من الركبه ده، وده اول جزء بيحصل فيه الخشونه، وممكن بعد سنين طويله 5 سنين 10 سنين يبتدي يحصل تاكل وخشونه في بقيه المفصل بتاع الركبه. فلما بيكون الخشونه لسه في بدايتها والحجره الداخليه بس هي اللي فيها الخشونه، ده ممكن نعمل ساعتها حاجه اسمها تغيير جزئي لمفصل الركبه. بنستبدل الجزء الداخلي بس من الركبه وبنحافظ على الرباط الصليبي وبنحافظ على الجزء الخارجي وبنحافظ على المفصل بتاع الصابونه، كل ده بنسيبه سليم وبنغير بس الجزء الداخلي. لكن التغيير الكلي لمفصل الركبه ده بنعمله لو المفصل كله متآكل، يعني الجزء الداخلي والحجره كمان الخارجيه والوتر بتاع الصابونه ومفصل الصابونه كمان فيه تآكل، ساعتها بنعمل التغيير الكلي لمفصل الركبه، ان احنا بنستعوض كل الرباط الصليبي الامامي والخلفي بنستبدلهم بالمفصل الصناعي الكامل. دكتور كريم سمير، استشاري جراحه العظام والمفاصل.